أول حاجة هنعرفها إيه هو اختبار الآيلتس. اختبار الآيلتس هو International English Language Testing System، وده بيقيس درجة اتقان اللغة الإنجليزية عند الأشخاص الغير ناطقة بيها. الآيلتس ليه نوعين، نوع أكاديميك ونوع جنرال. الجنرال بيكون للهجرة والسفر برا، وساعات بيكون للشغل أو لو في وظيفة معينة هتلتحق بيها. والأكاديميك بيكون للمنح وللدراسة برا وللجامعات. درجة الآيلتس اللي بياخدها الطالب بتكون من 0 ل 9، يعني أعلى درجة بياخدها الطالب هي 9. والاختبار ده بيقيس 4 مهارات: الرايتنج والريدنج والليسننج والسبيكينج. الثلاث مهارات الأولى اللي هي الرايتنج والريدنج والليسننج بتكون في امتحان واحد مدته 3 ساعات وبيكونوا في وقت واحد. ولكن السبيكينج بيكون يا إما في يوم منفصل يا إما بيكون في أول اليوم وإنت بتمتحن مثلا على الظهر أو على العصر. في طريقتين عشان نمتحن الآيلتس، يا إما على الكمبيوتر بيكون كمبيوتر بيزد، يا إما على بيبر. كل واحد فيهم ليه مزايا وليه عيوب. يعني خلينا نقول كده إن الكمبيوتر من أسهل الحاجات فيه أو الأفضل هي الرايتنج، ولو أنت سريع في التايبنج على الكمبيوتر ادخل كمبيوتر. والريدنج كمان في الكمبيوتر ممتاز جدا، بيبقى قدامك الباسج وجنبها على اليمين الأسئلة، وده بيسهل لك الدنيا أكتر. ولكن بالنسبة للليسننج الموضوع ما بيبقاش لطيف قوي، لأن ما فيش عندك وقت تنقل إجاباتك للبيبر شيت مثلا انت على الكمبيوتر، فبتضطر تسمع وتكتب في نفس الوقت، ودي حاجة في ناس كتير بيستصعبوها. بالنسبة للبيبر لا، الليسننج بيبقى أفضل طبعا. الرايتنج بيبقى مشكلته الورد كاونت، لأن انت بتكتب وانت مش عارف انت كتبت كام كلمة، ولازم ترجع تعد الكلمات اللي انت كتبتها. ولكن في الكمبيوتر الوورد كاونت بيبقى ظاهر على السكرين. وكمان الرايتنج الهاند رايتنج بالنسبة لك لو انت خطك مش كويس الافضل ان انت تاخد كمبيوتر. ولكن السبيكينج في الحالتين سواء كمبيوتر او بيبر ما بيختلفش، انت بتروح بتعمل فيس تو فيس تيست مع الاكزامينر اللي موجود، ودي ما فيهاش اي اختلافات بين النوعين. طيب صلاحية شهادة الآيلتس سنتين، يعني انت لو امتحنت الآيلتس من حقك لمدة سنتين تقدم الشهادة في أي مكان وبتعتمد وبتاخد المنحة أو الوظيفة اللي انت رايح لها. النتيجة بتطلع في قد ايه؟ بالنسبة للكمبيوتر في حدود من 3 ل 5 أيام، ولكن البيبر للأسف بتقعد أكتر في حدود 13 يوم عشان تطلع النتيجة. امتحان الآيلتس بيقيس الأربع مهارات بتوع اللغة: writing, speaking, reading و listening. وخلينا نقسمهم زي ما أنا أسميهم كده: writing و speaking و reading و listening. ليه؟ لأن ال writing وال speaking عشان تذاكرهم وتتطور فيهم محتاج teacher أو instructor. ليه؟ علشان يقولك ال essay اللي انت كتبته ده صح، أو ال points اللي انت محتاج تشتغل عليها دي. او السبيكينج لو انت اتكلمت يقولك انت بتتكلم كويس، او ان انت عندك مثلا بوينتس عايز تشتغل عليها. ولكن دي كمان ما تقلقوش منها، لان احنا هنا بنقدم تصحيح الرايتنج مجانا، بنقدم كمان الفيدباك على السبيكينج فويس نوتس مجانا، بس بنبعت على الايميل وبنستقبل الفيدباك في خلال يومين. ولكن بالنسبة للريدنج والليسننج انت مش محتاج غير الإجابات تكون عندك عشان تعمل بيها مقارنة وتتأكد انت حليت صح أو غلط، وترجع تذاكر تاني وتحل امتحانات تاني. يبقى احنا اتفقنا ان انت لو ذاكرت الكورس ده اللي هو في فيديو واحد فقط هتبقى مش محتاج ان انت تاخد كورس بمبالغ كبيرة، وهتذاكر لوحدك وان شاء الله تجيب السكور اللي انت محتاجه. خلينا بقى نشرح شكل الامتحان بتاع الايلتس. بالنسبة للرايتنج بيكون ساعة وليه سؤالين: تاسك 1 وتاسك 2. بس تاسك 1 بيختلف إذا كان IELTS Academic أو IELTS General. تاسك 1 في الأكاديميك بيكون جراف، وفي الجنرال بيكون letter. ولكن تاسك 2 مش بيختلف سواء أكاديميك أو جنرال، بيكون essay و250 كلمة هو الورد كاونت بتاعته. لكن تاسك 1 بيبقى 150 كلمة الورد كاونت. يعني إيه؟ يعني ما اكتبش أقل من الرقم ده. يعني لو كتبت 149 كلمة بالنسبة لهم أنا ما كتبتش الورد كاونت، وهنا برضو 250 كلمة يعني 249 أنا ما كتبتش الورد كاونت. فنهتم جدا جدا بموضوع الورد كاونت بتاع الرايتنج. بالنسبة للسبيكينج بيكون من 11 ل 15 دقيقة وبيكون 3 sections. أول جزء بيكون personal questions،
وبيبقى كلها معلومات شخصية عنك. وتاني قسم بيكون كيو كارد، بيبقى موضوع بيديهولك في كارد كده وبتتكلم عليه لمدة دقيقتين. وتالت قسم بيكون أسئلة تاني question وانسر على التوبيك بتاع السكشن 2. بالنسبة للريدنج بيكون 40 سؤال على ساعة، والريدنج بيكون 3 passages. الريدنج بيختلف اختلاف بسيط جدا بين الأكاديميك والجنرال. الأكاديميك بيكون الباسجز بتاعته أكاديميك أكتر، أصعب، scientific أكتر. لكن الجنرال بيكون مواضيع عامة، ممكن يجيب لك جزء من مجلة، أو جزء من جريدة، مقالة مكتوبة في جريدة، أو جزء بيتكلم على مثلا برامج تلفزيونية. بتبقى حاجة عامة أكتر مش أكاديميك. وبالنسبة للليسننج بيكون 40 دقيقة على 40 سؤال، وبتسمع الفويس لمدة مرة واحدة بس، ما بتسمعوش تاني. وفي البيبر بيكون عندك 10 دقايق تنقل إجاباتك من البيبر اللي انت بتكتبها للأنسر شيت، لكن في الكمبيوتر مفيش، لأن انت أصلا بتجاوب على الكمبيوتر. بالنسبة للسكور بتاع الآيلتس، أنا ازاي باخد السكور؟ ازاي بعرف ان أنا جبت 7 و 7.5؟ اللي بيحصل ان انت عندك الأربع مهارات. الأربع مهارات بتجيب رقم أو سكور في كل مهارة منهم. الرقم اللي انت بتجيبه ده هما بيجمعوا الأربع أرقام listening reading writing speaking، وبعد ما بيجمعها بيقسمها على 4 وبيقرب لك الرقم اللي انت خدته ده اللي طلع لأقرب رقم. لو بعد البوينت 2 بيعملها لك لأقرب حاجة اللي هي بتبقى 6.5. لو اللي بعد البوينت بيبقى 8 رقم بعد الخمسة بيديهولك الرقم اللي بعديه اللي هو السكور اللي بعديه بيبقى مثلا زي 4. وفي كيس ان هي لو ما وصلتش بعد البوينت لاتنين بيخليها لك للرقم اللي قبليها اللي هو مثلا زي 6. بالنسبة للريدنج والليسننج بيكون عندك جدول وانت بتذاكر اسمه باند سكور، وده بيسهل لك ان انت تعرف ان انت الاجابات اللي بتحلها دي تقريبا بتجيب لك باند كام. يعني لو انا حليت مثلا 20 إجابة صح، بدخل على الباند سكور بلاقي إن 20 إجابة هي تديني باند 4.5. وبالنسبة للريدنج في باند سكور للجنرال وباند سكور للأكاديميك. لكن بالنسبة للليسننج عشان هو مش بيختلف فهو الباند سكور بتاع الاتنين واحد. دلوقتي نروح للرايتنج وازاي بتاخد السكور بتاعه، لان هي من اكتر الحاجات اللي شغلة بال الطلبة، لان انت بيبقى عندك 2 tasks، task 1 task 2، فانت بتجيب رقم هنا وبتجيب رقم هنا وبيجمعوا الاتنين وبيدولك الافريج بتاع السكور، الاوفرول سكور بتاع الرايتنج. يعني هو بيحسب لك تاسك 1 لوحده زي ما احنا قلنا كده، بيجمع الاربع ارقام وبيجيب الافريج بتاعهم. فنفترض ان انت جبت في تاسك 1 7، وفي تاسك 2 بيعمل نفس الحسبه وبيدي لك الرقم بتاعك، ادالك مثلا 6، يبقى انت جبت في تاسك 1 7 وفي تاسك 2 6. طيب انا هجيب الاوفرول بتاع الرايتنج ازاي؟ لان هو كمان في الامتحان مش بيدي لك جبت هنا كام وهنا كام، بيدي لك الاثنين على بعض كام. بياخد الرقم اللي انت جبته في تاسك 1 اللي هو 7 ويجمعه على تاسك 2 مرتين. ليه؟ لان تاسك 2 هو تلتين الدرجه بتاع الرايتنج، فعمل 7 بلس 6 بلس 6 وادالك الرقم الافريج بتاعهم 6.33 وبيقربها لك بتبقى 6.5. وبالنسبه للسبيكينج بيكون فيه descriptor، بيبقى فيه كرايتيريا معينه المفروض انت بتطبقها او بتنفذها في السبيكينج، وقد ايه انت طبقتها الاكزامينر بقى بيديلك السكور بتاعك. وهنشرحها ان شاء الله في السبيكينج وهتلاقوها موجوده في الماتيريال